السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناة حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل مع بعض، ما اقدرش اقول عليها بيتزا يا جماعة لان هي نوع من انواع العيش، بس انا عاملاها على هيئة بيتزا. ضربت عصفورين بحجر عشان الاولاد يبقوا مبسوطين. فتعالوا نشوف الاختراع ده هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا يلا بينا. هنجيب 7 كوبايات من الدقيق المنخول، كوبايه من اللبن الدافي ولازم يكون دافي يا جماعه، وكوبايه الا ربع من الزيت، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من السكر. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا المنخول وهنحط عليه كل المواد الجافه اللي احنا قلنا عليها. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. ولو انت مش متاكده من الخميره يا ست الكل، هتجيبي الخميره بتاعتك وهتجيبي نص كوبايه من الميه الدافيه ومعلقتين السكر اللي احنا حطيناهم نحطهم في الميه، وهنقلبهم كويس مع بعض وهنغطيها. لو فارت تستخدميها، ما فارتش ما تستخدمهاش. بعد كده هنحط الزيت وهنحط اللبن. تكوني محضره جنبك ميه دافيه برضو، تكون دافيه علشان الخميره بتاعتك تشتغل، لازم تكون دافيه. وكل شويه تزودي كده شويه ميه وتبتدي ان انت تعجنيها، تزودي شويه ميه وبعد كده تعجنيها لغايه ما توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. تمام. تمام. طبعا لان كل دي بيختلف عن التاني، في دي بيحب ميه كتير، في دي بيحبش الميه. آه، فعشان كده بنقول نحط الميه على جنب ونبتدي ان احنا نحط حبه حبه لغايه ما نوصل للقوام ده، تكون كويسه وملمومه من الطبق وفي نفس الوقت تكون بتلزق في ايدك شويه. تمام. هنبتدي ان احنا نغطيها وهنحطها في مكان دافي. انا عن نفسي بشغل الفرن تقريبا لغايه اما يدفى، وبعد كده بقفله خالص، وبعد كده بحط معاه طبق فيه ميه كانت بتغلي، وبحط العجينه بتاعتي بعد ما اغطيها واسيبها تتخمر مع نفسها في الفرن مع الميه السخنه، عشان تبقى المكان دافي ورطب، عشان خاطر يبقى العجينه بتاعتي تتخمر تبقى حلوه كده. نبتدي بقى نعمل الحاجه الجميله اللي بنحطها فوق العيش نخليه تحفه وطعمه رهيب. هنجيب معلقتين من الزبده، وثلاث فصوص من الثوم، ونص حزمه من الشبت، ونص معلقه من الزعتر. وهنقلب الجمال ده كله مع بعضه لغايه لما كله يخش جوا بعضه كده ويبقى حاجه واحده. تمام كده. عايز تستغني عن الشبت براحتك خالص. بعد خلاص ما قلبناه زي ما انتم شايفين كده زي الفل، هنحطه على جنب ونبتدي ان احنا نجيب العجينه بتاعتنا بعد ما اتخمرت وتضاعف حجمها. هنشوفها دلوقتي مع بعض اهو. خلاص اتضاعف حجمها بقى زي الفل. نبتدي ان احنا نعجنها عجنه بسيطه، نطلع الهواء منها تاني، وبعد كده هنقسمها زي ما انتي عايزه تعملي الرغيف بتاعك كبير اعمليه، عايزه تعملي الرغيف بتاعك صغير براحتك خالص. انا هقسمها على 5 كرات. يعني انا هعمل لكل واحد واحده يعني مع نفسه، تستعمليها بقى تتعشي بيها تفطري بيها، والله انا ممكن اتغدى بيها كمان، طعمها حلو جدا. هنبتدي نعمل كده زي ما انتم شايفين كور ونحطها جنب بعضها، وهتغطيها وتبتدي تاخدي واحده واحده وتعمليها مع نفسك. تمام كده. بس لازم تغطيها عشان ما تربيش قشره فوق اللقمه بتاعتك وتبقى مشققه. هبتدي دلوقتي اجيب صينيه هحط فيها نقطتين كده من الزيت، وبعد كده هفرش عليهم كده شويه بقسماط. البقسماط ده ليه ست الكل عشان خاطر تديكي اللقمه مقرمشه من تحت ولونها هيبقى حلو. عايزه تستغني عن البقسماط مفيش اي مشكله، هيبقى لونها حلو برضو، بس البقسماط بيخلي فيه قرمشه حلوه كده من تحت. هي اختيارات وانتي حره، عايزه تستغني عنها براحتك خالص. هنجيب بقى دلوقتي شويه دقيق وهنفردهم على الرخامه بعد ما نضفناها وخليناها زي الفل. هنفرد عليها على طول العيش بتاعنا. نبتدي ان احنا نفرد لغايه ما تاخد تقريبا سمك نص سنتي تقريبا اهو زي ما انتم شايفين. وهجيب الصينيه بتاعتنا الجميله ونحط فيها العيش بتاعنا، وهنبتدي نجيب بقى شوكة وهنبتدي ان احنا نفتحها كده فتحات بسيطة، عشان خاطر انا مش عايزاه يبقى عالي قوي، انا ما بعملش كايزر، انا بعمل عيش. تمام. هبتدي ان انا افتحها بالشوكة اهو زي ما انتم شايفين اهو. تمام زي الفل زي الفل. هي هتبقى عالية وهشة وكل حاجة، بس مش العلو اللي لو انا سبتها من غير ما اعملها الفتحات دي. لو ما عملتش الفتحات دي هتبقى عبارة عن شبه الكايزر بس مش سميك قوي. تمام. انا مش عايزة ده. فنفتح شويه كده فتحات صغيره مع بعض. تمام كده. تمام. بعد كده بقى نجيب الخليط الجميل اللي احنا كنا عاملينه اللي كانت ريحته جباره ده، وهنبتدي نحطه فوق وش العيش بتاعنا. هو لغايه كده زي الفل، ممكن تحطيه في الفرن بالطريقه دي بس من غير ما تزودي عليه اي حاجه تانية. عايزه بقى تقلبيه بيتزا، تحطي جبن وتحطي الخضار اللي انت بتحبيه، وممكن تحطي برضو بسطرمه سوسيس سجق اللي انت بتحبيه. انا عن نفسي بكتفي بشويه جبن، ميكس كده جبن حلو، موتزاريلا على رومي على شيدر. عايزه تستعملي نوع واحد منهم بس براحتك.
انا حبيت ان انا اخلي العيش بتاعي في نفس الوقت بيتزا، عشان خاطر الاولاد كانوا طالبين مني بيتزا وانا كنت عايزه اعمل العيش، فانا ضربت عصفورين بحجر وقلت لهم خلاص انا هعمل الاتنين في بعض. هنخترع. بس كان الاختراع طعمه حلو جدا اهو، زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش هحط خضار فوقيه، هحط شويه بس حبه البركه، لان حبه البركه فوائدها كتير جدا وانا بحبها جدا، في اي معجنات هتلاقيني حشراها فيها على طول. هحطها في فرن يكون سخن، لازم يكون الفرن سخن يا جماعه عشان اللقمه بتاعتك ما تنشفش. هحطها في الفرن وهجيلكوا على طول، ويكون درجه الحراره 200 يعني على درجه عاليه. تقريبا هتقعد تقريبا 15 دقيقة. هتحطي عليه بقى شوية كاتشب، اي نوع صوص انتي بتحبيه براحتك خالص. طبعا هوريكم طبعا دلوقتي لونها من تحت جبارة، لونها من تحت جميل جدا جدا جدا. انا كده خلاص الوصفة بتاعتي خلصت بتاعت النهاردة. لو عجبتكم الوصفة اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد مني. اشوفكم المرة الجاية على خير في وصفة جديدة. سلام.